هالمنظومة نتاع لجنة التصرف في الأملاك المصادرة يرأسها وزير المالية، ما هيش في المهام نتاعو، أما هذا في التوزيع نتاع كي تخلقوا هاللجان. وزير المالية يرأس. تعرفت على الوضع نتاع اللجنة هذه والمبرمج فيها اللي ريت اللي اللجنة هذه فما ضعف هيكلي كبير، لأنه الدولة واللجنة ما هيش متهيئة باش بوغجيري هالكم الهائل من الشركات ومن المنقولات ومن العقارات ومن كراهب ومن بلاصات وأراضي فيها فلاحية و500 شركة. الدولة ما هيش مهيئة لهذه، وعم ناول التمشي اللي مشى أكثر في التركيز على التفويت وعلى الجيستيون بتاع لو كوتيديان. أنا قلت لهم المهم مش هذايا، المهم اللي نحطوا هيكل قادر باش يتابع هالعمليات هذية وقادر باش يراجع الأولويات ويحضر في المجالس الإدارية. ركزت العمل أكثر في الهيكلي باش تتهناو اللي من بعد الأمور تولي عادية، ما نقعدوش ديما نجري وما نعرفوش. فما شركات ما نعرفوا عليهم حتى شيء، فما شركات تفلس. يلزمنا الهيكل هذا نقويه، وهذا اللي قاعدين نخدم عليه توا لتركيز هيكل يخلي الإحكام في العمليات. وزاد نطمنوا شنو قاعد صاير، أن الحقيقة معناتها هالأمور هذه ما يصيروا فيها برشا حوايج. عندك 500 شركة ودي قرارات يتاخذوا، وما هياش لجنة اللي تكونت فيها 10 من الناس اللي هي من الوزارات باش تعرف شنو اللي صاير في البلايص الكل. وهذاك علاش عطيت الأهمية على الأقل على الحكاية هذه. الحكاية الثانية شنو برنامج التفويت، نحيت منه حاجتي، الباقي قلت أمور بريقلة. نحيت منه شركة، مش أنا نحيت، أنا نرأس اللجنة، ما اقترحت للجنة واللجنة قالت صحيح. نحيت منه شركة نتاع سيمون كارتاج، لأنه هذه ما زالت في طور الانجاز وكان باش تتباع توا ما يش باش تجيب المبلغ. كنا نقويوها ونرجعوها شركه قويه من بعد نبيعوها باش تنقص لنا المداخيل نتاعها، ما مش مشكله. والحاجه الثانيه المؤسسات الاعلاميه نظرا لحساسيه الاعلام، وقلت حاجتين، من جهه ينجموا عباد اللي عندهم الاموال ينجموا ياخذوهم ويوظفوهم، ومن جهه اخرى نحب مع بالتشاور مع رئيس الحكومه نحب الهيكة وقت قلت من ناخذوا رايها هذه الهيئة، نحبوا ناخذوا رايها في الحكاية هذه. وذلك علاش هالمؤسسات الإعلامية تقعد على تحت إشراف الدولة، على الأقل نضمنوا اللي هي باش تقعد ما هيش باش تتوظف، ومن بعد بالاستشارة مع الهيكة نشوفوا التفويت متاعها. على كل حال ما نتصوروهاش الشركات اللي عندنا على الأقل مش تضيع الفالور متاعها. معناتها الشركات العالمية هذه عندها قيمة في البلاد وما يشبش تضيع الفالور نتاعها. بس من جانب آخر فما شكون يقول لك احتفاظ الدولة بجزء من المؤسسات المصادرة زاد يكبد خسائر للدولة، على اعتبار أن المؤسسات هذه الآن مردوديتها نقصت، أكيد مداخيلها نقصت والموازنة المالية نتاعها اختلت. اليوم كيفاش تعملوا أنتم؟ كانوا شادين جمرة معناها وفي نفس الوقت ماكمش قاعدين. شوف، هو الكل معناتها ديزيكيليبر تروفي. الدولة مش معناتها يلزمنا مش معناتها حاجة مشرف عليها الدولة ولا مساهم فيها الدولة معناتها مفلسة، مش صحيح. لا يعني الشركات المصادرة يعني وضعها خاص اليوم، يعني حتى مردوديتها نقصت. مثلا في كوراما مثلا اليوم تخدم على تخليص خدمة. انت والشركات، فما شركات وضعيتها صعيبة وفما شركات اللي هي وضعيتها طيبة، وهذاك علاش احنا نركزوا معناتها على الأولويات والهياكل اللي تشرف على الشركات هذه. ما نهتموش كان بعملية تفويت، لأن عملية تفويت تاخذ برشا وقت نظرا لتعقيدها. في الوقت اللي انت تخدم فيه على التفويت اللي هي دوم 6 شهور ولا 7 شهور بالليزيفالواسيون بالليزابيل دوفر، ومش تاخذ لك الانرجي نتاع ليكيب، ما تاخوش الوقت باش تهيكل الحاجه اللي هي تشرف على الشركات هذه وتتابعها وتصلح لها المشاكل نتاعها مع المزودين ومع العمال ومع البنوك وهذاك ومع الحرفاء، وهذاك الكل باش يخلي نحافظوا على معناتها الاكتيف هذا الكبير نتاع البلاد، ونعالجوا فيهم. احنا نعرفوا الاولويات، وهذه مثلا ذكرتها انت بروكوراما من الشركات اللي حاطينها في الأولوية في سلم الأولويات اللي هي تعاني من مشاكل كبيرة اليوم صحيح كبيرة برشا. واحنا زرناها الشركة هذه سيليس وشفنا الحالة اللي هي فيها، يعني حالة تسخف نتاع شركة كيما هذه، وكيفاش معناتها على الأقل يتم معناتها تلقاو حلول بعض الشركات اللي من بعد يمكن ما عادش تسوى حتى شيء. سيليس شوف احنا الحقيقة راهو هاللجنة هذه
اللي هي أخلقت من حتى شيء. الدولة عمرها ما كانت تتصور باش يجيوها 500 شركة و500 عقار، وعمرها ما كانت مهيكلة للحكاية هذه. دولة والشركات هذم بأنواعهم، فما مش الشركة اللي فيها شخص للشركة اللي هي توا نحكيو عليهم شركات بال200 و300 عبد وأنواع مختلفة، سياحة، فلاحة، صناعة، مال، إعلام، الأنواع الكل. الدولة ملي انطلقت هالعملية المصادرة خدمت، أنا ديما نستعمل الكلمة هذه، لا ميدسين دو غير. تعرف لا ميدسين دو غير مش كما الميدسين كلاسيك، يعني تمشي للبلوز اورجون. وفي نفس فما في الوقت هذاك فما حوايج اللي هي تفلت عليك وللاسف، وقعدنا بالهاللوجيك هذايا. وانا الحقيقه من اللي جيت قلت يلزمنا نخرجوا من هاللوجيك بتاع الميدسين دو غير وندخلوا في الستركتورال. هالشركات هذه يلزمنا نحطوا الهيكل اللي يشرف عليهم، هيكل خلق هيكل في الدولة ما هوش حاجة سهلة. على الأقل قاعدين نحطوا فيه. فوتنا في بعض الشركات مش قاعدوا ملك الدولة، أما فوتنا فيهم لشركات عندها الآلية أنجع كما الكرامة هولدينغ ولا كما CDC وإلا كما واحدة من العقاريات قدام هلكلة، لأنهم عندهم الهيكل اللي نجم يشرف. أما مش نفوتوا لهم معناتها نسيبوهم، معناتها يلزم زادة مراقبة، ويلزمنا نخلقوا هيكل مراقبة. هذا الكل اللي قاعدين نحطوا فيه. تو عندنا 4 شهور مركزين على حكاية